عامله جمعيه من 10 ل 20,000 جنيه عشان تجهزي بنتك ومش عارفه تبداي منين. ركزي معايا بقى، لان الجزء الاول والاساسي من جهاز بنتك هيكون كالاتي. معانا في القسم الاول يا اما قسم الحلل، يا اما معانا القسم الثاني وهو مشتقات المطبخ او رفايع المطبخ الاساسيه زي صواني الفرن والطواجن والطاسات. وطبعا لو هنتكلم عن القسم الاولاني وهو الحلل، عندنا انواع كتير جدا، بس احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا المتوسط 3 تطقم حلل، وليكن هم الجرانيت والتيتانيوم وعندنا الاستانلس. طبعا في اختلاف وناس بتشتري اكتر وناس بتشتري اقل، بس الفئه السعريه لعدد الحلل بتاعنا معانا من 10 ل 15,000، وبكده هنجيب حاجه كويسه جدا وتعيش معانا، ولو عناها حتى ما نخافش عليها. طبعا ده مع اختلاف الموديلات واختلاف الانواع، انت ممكن تجيبي طقم واحد بس ازيد من 20,000، وممكن تجيبي الثلاث او الاربع تطقم حلل ما يتجاوزوش ال 15,000، بس احنا بنتكلم في المتوسط وكل واحد على حسب مقدرته. اما انت لو خايفه تبداي بقسم الحلل، عشان خاطر في ناس بتقول ان موديلاته بتتغير، وده صعب جدا لان الحلل مش بسهوله انها تتغير موديلاتها باستمرار، هنتكلم وهناخد القسم اللي هو الثاني مشتقات المطبخ، وهو صواني الفرن والطواجن والطاسات. طبعا فيها واللبانه والبراد والكنك، كل دي حاجات اساسيه ما بتتغيرش وما بتقدمش، ودي هناخدها معانا في القسم الثاني وهنقفل بابها خالص. ودي برضو اللي بتروح سعرها من 10 لحد 20,000 على حسب العدد وعلى حسب الكميه وعلى حسب النوع اللي انت هتشتريه. وده اللي احنا بنوجهك بيه دايما وانت واقف، بنحاول ننسق لك الامور ونقول لك ما دام خدت ده يبقى تاخدي ده، والمفروض ان ده وده بيتاخدوا. ده اللي بنعمله معاكي في القيمه او في الاطار او في السعر اللي انت بتبقي جايه بيه. وبكده قدرت ارشح لك تقدري تجيبي ايه بالجمعيه اللي انت هتقبضيها من 10 ل 15 ل 20,000. دي البدايه اللي انت هتبداي بيها، اذا كانت حلل او مشتقات مطبخ او رفايع مطبخ زي ما بنقول. اما بقى بالنسبه للجمعيه الثانيه لو ب 10 من 10 ل 20,000 برضه، فده هبدا ارشح لك حاجات ثانيه تجيبيها. بس الفكره ان انت الرقم اللي بتاخديه او الرقم اللي بتقبضيه تيجي بيه، لازم تقفلي باب وما تسيبيش حاجه لحاجه ثانيه، لانك انت في الوقت ده ممكن تنسيها او ممكن تكرريها، وده بيبقى غلط عليكي. وفي اماكن كتير ما بتسمحش او ما بترضاش تبدل لك او تغير لك او ترجع لك الحاجه دي. طبعا عكس سنتر رؤوف، انت لو جبت حاجه متكرره مرتين حتى لو من بره ممكن بنغيرها لك هنا عادي. يا رب اكون قدرت ارشح لكم الجمعيه اللي هتقبضيها من 10 ل 20,000 وقدرت افيدك تجيبي بيها ايه. لو انت استفدتي نعمل لايك ونعمل شير. كان معاكم رؤوف يوسف، سلام.